السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. سوف نقدم لكم برنامج مقابلات الترجي التونسي المتبقية وكل جديد يخص مشواره في دوري أبطال إفريقيا. الترجي التونسي أحد كبار القارة الإفريقية وصاحب تاريخ حافل في المنافسات القارية، يدخل هذه البطولة بطموح كبير من أجل الذهاب بعيدا والمنافسة على اللقب. تنتظر الفريق سلسلة من المباريات المهمة داخل وخارج الديار، وكل مواجهة ستكون حاسمة في مشوار البطولة. في المباراة الأولى يستقبل الترجي الرياضي التونسي نادي سيمبا على أرضه. ستقام هذه المواجهة على أرضية ملعب رادس بمدينة تونس العاصمة في تونس، وذلك يوم 23 من شهر يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5 مساء. أما المباراة الثانية فسيحل الترجي ضيفا على نادي سيمبا. ستقام هذه المواجهة على أرضية ملعب كيمبا ستاديوم بمدينة دار السلام في تنزانيا، وذلك يوم 30 من شهر يناير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5 مساء. وفي المباراة الثالثة يواجه الترجي الرياضي التونسي نادي استاد ماليان في مباراة قوية خارج الديار. ستقام هذه المواجهة على أرضية ملعب فريق استاد ماليان بمدينة باماكو في مالي، وذلك يوم 6 من شهر فبراير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5 مساء. أما المباراة الرابعة فسيستقبل الترجي الرياضي التونسي نادي بترو دي لواندا في مباراة مهمة على أرضه. ستقام هذه المواجهة على أرضية ملعب رادس بمدينة تونس العاصمة في تونس، وذلك يوم 13 من شهر فبراير 2026، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 5 مساء. وفي الختام نتمنى التوفيق والنجاح لنادي الترجي الرياضي التونسي في هذه المواجهات المرجو القارية، الاشتراك ونأمل أن والضغط يواصل على الفريق زر التألق الإعجاب ويحقق النتائج دعما التي لنا ترضي جماهيره لتقديم الوفية. توقيت المقابلات. شكرا.